السلام عليكم، اهلا بكم في قناه فن الكروشيه. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض الجيبه دي. ده شكلها كده زي ما انتم شايفين كده. جيبه شكلها شيك جدا وغرزتها سهله، ولو اي حد لسه مبتدئ هيعرف يعملها بكل سهوله، لان هي طريقتها سهله. وطبعا لو انت عندك بنوته وحابه تعملي لها حاجه في العيد ممكن تعملي لها زي حاجه زي كده. يعني هي برضه هتبقى خريفي وشكلها شيك جدا اهو، زي ما انتم شايفين كده. طبعا انا السن اللي انا عامله لها الجيبه مقاسها عندها 4 سنين. انا طبعا بقول لكم على المعلومات كلها عشان في ناس بتسالني على على السن وعلى الخيوط. طبعا استخدمت لها خيوط هيمالايا افري داي، استخدمت لها الخيوط دي، خيوط حلوه جدا. واستخدمت لها ابره مقاس 3.5. الكاميرا بتاعت الجيبه دي هنعملها ابره مقاس 3. وبقيه الجيبه هنعملها ابره مقاس 3.5. طبعا المقاسات هتاخدي مقاس الوسط للطفله اللي انت بتعملي لها، هتاخدي مقاس وسطها بالمزوره وتعملي عليه. مثلا ديت انا كان مقاس وسطها 60 سنتي. قست لها كده وعملت لها الجزء ده الاول، وبعدين كملت الجيبه بالغرزه الثانيه زي ما انتم شايفين. عملت معاها غرزه الفشاره اهو، شايفين شكلها عامل ازاي. عملت فيها غرزة الفشارة بلون تاني. طبعا انت بقى الالوان على حسب ما انت حابة بقى، اللون اللي يعجبك، وبرده الخيوط اللي متوفرة عندك وحابة تعملي بيها هتعمليها. الطول بتاع الجيبة 35 سنتي. نبدأ بقى في طريقة الشغل. طبعا قبل ما ابدا، لو اول مره تشوف القناه ما تنسيش بقى الاشتراك في القناه واللايك للفيديو علشان تشجعوني اعمل معاكم فيديوهات تانية. وطبعا هعمل برضو للجيبه دي، هعمل لها جاكيت هعمله برضو قريب ورا الجيبه دي. ده كده هيبقى طقم على بعضه. لو حابه انت مثلا تعمليه لبنتك للعيد هيبقى شيك جدا. يلا نبدا بقى في طريقه عمل الجيبه. اول حاجه هعمل عقده البدايه، هبدا الاول بالكاميرا بتاعه الجيبه، وهعمل 10 سلاسل. استخدمت الإبرة الصغيرة علشان تضيق معايا الكاميرا بتاعت الجيبة. هتعملي طبعا 10 سلاسل كده. أنا خلاص عملت 10 سلاسل. هتسيبي أول سلسلة وهتدخلي في السلسلة، هتعملي قصدي سلسلة كمان ارتفاع، يعني هيبقوا 11. هتسيبيها بقى وهتدخلي في اللي بعدها على طول تعملي غرز حشو اهو، غرز حشو في كل السلاسل اللي عندك. طبعا لو حابه تعملي الكاميرا بتاعت الجيب اعرض من كده هتعمليها 12 سلسله او 13 على حسب ما انتي حابه. بعد ما عملت غرز حشو في اللي عندي هرتفع سلسله وهلف الشغل بالشكل ده كده، وهبدا اعمل في الحلقه الخلفيه اهو زي ما انتوا شايفين كده. هعمل فيها غرز حشو، يعني انا كده شايفين دي كده السلسله فيها 2 زي ما انتوا شايفين، ديت الاماميه ودي الخلفيه. هعمل في الخلفيه غرز حشو وهعمل كده، هفضل ارتفع كده لحد ما توصل للمقاس. طبعا انت اول حاجه هتعمليها اللي انت هتقيسي مقاس الوسط للطفله اللي انت هتعملي لها. مقاس وسطها مثلا انا هعملها لها مقاس وسطها 60، انا قسته لها 60. هتقللي من ال60 هتخليهم 8 57. هتقللي منهم 3، هتقللي منهم 3 سنتي. اي حاجه عندك، يعني مثلا انت عامله الطفله اللي انت هتقيسها لها عملتيه 50 هتقللي منها 3 سنتي. اي حاجه كده عشان خاطر بترجع توسع معاكي. بالاستك بيرجع يوسع معاكي تاني الكاميرا بتاعت الجيبه. فانت تقلليها عشان خاطر لو وسعت معاكي يبقى شكلها حلو. هعمل كده بقى غرز حشو في الحلقه الخلفيه كده. انا خلاص بقى خلصت كده. هرتفع سلسله برضو وهدخل اعمل غرز حشو في الحلقه الخلفيه زي ما انتوا شايفين كده اهي. يا رب تكون واضحه اهوت. اللي كده الحلقتين معايا بدخل في الحلقه الخلفيه بالشكل ده كده، اعمل فيها غرز حشو. وهفضل ماشيه كده لحد ما توصل معايا للمقاس اللي انا هعمل عليه الجيبه. طبعا انا عاملاه المقاس، فانا قست 60 ونقصت منهم 3 سنتي يعني 57 سنتي. فهفضل اعمل كده بالسلاسل غرز حشو في الحلقه الخلفيه زي ما انتوا شايفين كده لحد ما توصل معايا ل 57 سنتي، وارجع اوريكم هنكمل مع بعض ازاي. زي ما انتوا شايفين كده اهوت، انا فضلت ارتفع بالادوار لحد ما وصلت معايا ل آه، بالشكل ده كده. ده كده مقاسها وصلت معايا 57 سنتي اهوت. هنقفل بقى، هتقفليها بقى من هنا كده من الجزء ده كده بالابره عادي خالص.
وهتدخلي بالابره ديت او ابره التنظيف، هتجيبيهم قصاد بعض كده وتبداي تدخلي ايه تقفليها باي ابره، يعني سواء الابره دي او ابره التنظيف. انا بس اوريكم، انا قفلتها طبعا فبوريكم ازاي تعمليها. هتجيبي الاتنين قصاد بعض وتسحبي الخيط وتعملي كده، تاخدي دي قصاد التانية، تدخلي تعملي غرزة حشو. انا بوريكم تقفليها ازاي، لكن انا قفلتها. فادخل باخد الاتنين قصاد بعض، بدخل بكده اعمل غرزة حشو واقفل اهو كده، واقفلها عشان خاطر تبقى ماسكة معايا كويس. بس كده هتفضلي تعمليها كده اهو، يعتبر كده خلاص اتقفلت. تقفليها زي ما انتوا شايفين كده. بعد ما انا خلاص قفلتها زي ما انتوا شايفين كده اهو، هبدأ ان انا اقلبها بالشكل ده كده، علشان خاطر اخلي الحتة اللي انا قفلتها تبقى لجوه اهو، حتة كده اللي انا قفلتها. وبعد ما تقفليها هتلفيها كلها بغرز الحشو. انا كنت عامله جزء كده طبعا بعد ما بتخلصيها بتلفها كلها بغرز الحشو. فدي طبعا البدايه دي كده بدايه الدور. بدخل بعلمها بالابره كده علشان خاطر ابقى عارفه المكان اللي انا هقفل فيه كل دور. وانا كده ايه شايفين كده، ده كده كل ده انا قفلتها بغرزه الحشو. هوريكم خلاص الابره الصغيره خلاص كده بنسيبها وبنعمل بالابره التانية اللي هي مقاس 3.5. هنعمل الاول دور من غرز الحشو عشان خاطر ان نبني عليه الغرزه اللي احنا هنعملها اهو. شايفين كده، اوجد لنفسي اماكن كده وادخل اعمل غرز حشو بالشكل ده كده اهو. بدخل كده اعمل غرز حشو عشان خاطر اكمل عليه بقية شغل الجيبة اهو. طبعا الجيبة ديت عملتها استهلكت معايا شلة ونص، وطبعا انا دخلت اللون الابيض فيها. فحبيت ان انا اقول لكم المعلومة دي عشان في ناس كتير بتسألني على برضو الخيوط، استخدمت لها خيوط قد ايه اهو. افضل اعمل كده غرز حشو كده كده. خلاص خلصت، وصلت للعلامة. هتقفلي في دي كده تحت الحلقتين دي كده، تقفلي فيها بمنزلقة بس كده. خلاص بعد ما خلصناها كلها بغرز الحشو وقفلنا طبعا بمنزلقة زي ما انتوا شايفين كده. المفروض ان احنا لما نقفل بمنزلقة هنكمل بقى شغلنا هنا كده. لا طبعا احنا دلوقتي هنعمل الدور اللي فيه غرز فشارة. هنعمل طبعا دور فيه غرزة الفشارة، فبيبقى الشغل معانا ليه كده، بتبقى بتعملي الغرزه لبره فبتشتغلي من جوه الشغل عشان خاطر الغرزه تبقى مظبوطه معاكي. هي دي كده طريقه غرزه الفشاره، بتشتغليها من جوه الشغل وهي بتبقى ايه لبره كده. ده كده شغلها بيبقى النظام ده. فبتقلبي الشغل بالشكل ده كده اهو زي ما انتوا شايفين. فهبدا ان انا ارتفع سلسله وهدخل اعمل تحت 5 نص عمود، 5 غرز نص عمود بلف. الف الخيط على الابره وهدخل اعمل ادي كده نص عمود، 1 2 3 4 ودي كده ال5. طبعا في حاجه حابه ان انا اقولها لكم. اول حاجه ان انت بتعلمي اول غرزه عملتيها نستعلمها بتعلميها بالعلامه. وطبعا انا بدات هنا ب5، انا هعمل ما بين كل غرزه فشاره والتانيه هعمل فيها 10 غرز نص عمود بلفه، هعمل فيها 10. فانا بدات الدور هنا ب5، والخمسه التانيين هنكملهم لما نيجي نقفل الدور، عشان خاطر يبقى دي هنا 5 بدايتها 5 ونهايتها 5 عشان يبقوا مظبوطين معانا. يبقى كل دور بعمل 10 نص عمود بلفه وما بينهم غرزه فشاره. انا كده عملت 4، 1 2 3 4. هعمل ال5، الف الخيط على الابره وهدخل كده اسحب خيط معايا كده 3. انا هسيب بقى الاحمر وابدا ان انا اجيب اللون التاني اللي انا هعمله، اي لون بقى انت حباه. هعمل انا اللون الابيض، فهمسك كده وهسحب الغرزه ال5 باللون الابيض. شايفين كده اهو الغرزه ال5 بسحبها باللون الابيض. معايا الخيطين كده تحت في الشغل معايا، هاخدهم معايا في الشغل وهلف الخيط على الابره وهدخل اعمل غرزه فشاره زي ما انتوا شايفين كده اهو. معايا 3، بخرج من 2 بسيب 2 كده غرزة الفشار انا بعملها وبسحب الخيط وبخرج، بدخل تاني اسحب اخرج من 2 معايا 3
معايا كده 5 بسحب خيط وبخرج من 2 كده معايا 4 بسحب خيط وبدخل تاني بخرج من 2 بيتبقى معايا 5 بسحب خيط وبخرج منهم. يبقى انا بعملها لحد ما بيكون معايا 5 غرز على الابره بخرج منهم كلهم بس زي ما انتم شايفين كده. والخيوط طبعا معايا تحت الشغل اهو. وباجي على الغرزه اللي بعدها كده وبسحب خيط وبقفلها بغرزه حشو عشان خاطر تديني شكل زي ما انتم شايفين كده اهو. شايفين كده شكلها. بس كده بسيب بقى الابيض باخده معايا تحت الشغل عشان خاطر انا همشي الدور كله بالشكل ده كده. فالابيض هيبقى معايا تحت الشغل. بسيب الابيض وباخد الاحمر تاني زي ما انتم شايفين كده. اكمل نص عمود معايا طبعا الابيض زي ما انتم شايفين اهو تحت الشغل. اسحب كده من الاحمر اشد الخيط كده معايا ده واسحب الاحمر واعمل نص عمود واعمل غرز نص عمود في كل الغرز اللي عندي. هعمل كام؟ هعمل 10 نص عمود زي ما انتوا شايفين كده. والابيض معايا تحت الشغل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. طبعا 10 زي ما احنا متعودين انا بسحب كده الخيط على الابره وبدخل في الغرزه 10 زي ما انتوا شايفين كده معايا 3 حلقات. بسيب الاحمر يبقى باجي في الغرزه الاخيره اللي هي ال10 دي اسيب الاحمر وادخل واقفلها باللون الابيض اهو عشان خاطر اعمل معايا الايه غرزه الفشاره بعد ال10 غرز دول اهو. اسحب الف الخيط على الابره معايا 2 ادخل في الغرزه اللي بعدها معايا 3 اخرج من 2 باقي معايا 2 الف الخيط ادخل في نفس الغرزه اسحب خيط معايا 4 اخرج من 2 يبقى كده معايا 3 الف الخيط تاني ادخل في نفس الغرزه اسحب خيط زي ما انتوا شايفين اخرج من 2 معايا لسه 4 ادخل تاني معايا كام 6 اخرج من 2 شايفين بقى معايا 5 اسحب خيط واخرج منهم ال5 وادخل في اللي بعديها واعمل غرزة حشو زي ما انتوا شايفين. وبسيب الابيض وباخد الاحمر تاني معايا برضو الابيض تحت الشغل كده وبلف الخيط وبدخل اعمل 10 نص عمود زي ما انتوا شايفين كده. والابيض معايا تحت الشغل ما بقصوش لحد ما اخلص الدور كله وبعدين اقصها بقى اهو. بس كده هعمل برضو 10 واعمل نفس اللي انا عملته لحد نهاية الدور كله 10 نص عمود زي ما انتوا شايفين. وبعدين غرزة الفشارة اللي احنا عملناها شايفين بقى كده شكلها. بصوا كده شكلها عامل ازاي. طبعا دي الخيوط دي ايه هظبطها معايا بعد كده وهقصها اه. دي كده الخيوط اللي انا واخداها من جوه الشغل. بتظبطيها انت بقى كده ايه عشان خاطر ما تبانش معاكي. بس كده شايفين ده كده شكلها اهو. هكمل بقى الدور كله بالشكل ده كده وارجع اوريكم هنعمل بعد كده ايه تاني. كده خلاص خلصت بقى زي ما انتوا شايفين الدور كله. باقي معايا بقى اخر 5 اللي احنا قلنا عليهم اللي احنا هنقفل بيهم الدور اهو. هنسيب بقى الابيض بالشكل ده كده وناخد الاحمر معانا وندخل نعمل في دول نص عمود. الاحمر الابيض كده معايا تحت الشغل ادخل كده اسحب خيط وادخل اعمل ال5 1 2 3 4 الابيض معايا اهو 5 هنا كده. يبقى دول كده 5 وقصادهم طبعا 5. بس كده بشيل العلامة وبدخل اقفل منزلقة تحت الحلقتين بالشكل ده كده اهو زي ما انتوا شايفين كده. بس ده كده شكل الغرزة. تقفلي بقى بمنزلقة وبعدين بتروحي جاية بقى حاطة ايه العلامة عشان خاطر تبقي عارفة الدور اللي انت هتبدأيه وهتقفليه منين اهو. عايزة اوريكم كده شكلها
اهو شايفين كده شكلها عامل ازاي؟ شكلها شيك جدا اهو زي ما انتوا شايفين كده. هنكمل بقى مع بعض ازاي هنقص طبعا الخيط الابيض كده. خلاص احنا بقى ايه هنسيب الخيط الابيض كده مش هنستخدمه تاني، واحنا كده قفلناه زي ما انتوا شايفين. هتسيبي بقى جزء منه بعد كده تبقي تقفليها بإبرة التنظيف بس كده. هنعمل بقى بعد كده غرز، هنلف بقى الشغل كده علشان خاطر نعمل الغرز بتاعتنا اللي هي انا كده طبعا قفلت بمنزلقة. هرتفع سلسلة وهنعمل دورين من غرز النص عمود اهو. هنعمل كده ايه دورين من نص عمود اهو كده. هعلم بقى، هعمل كده دورين من غرز النص عمود. بعد ما انا عملت دور الفشارة بعمل دورين نص عمود من غير غرز فشارة خالص، وبعد كده برجع تاني اعمل غرزة الفشار. شايفين كده كل الغرز اللي عندي كده اعمل فيها نص عمود زي ما انتوا شايفين كده اهو. الجيبة بتاعتي هتبقى كلها بغرز النص عمود ومعاها غرز الفشارة دي كده بس كده. هفضل بقى اعمل دورين نص عمود زي ما انتوا شايفين كده. هكمل بقى الدور ده زي ما انتوا شايفين وهعمل دور كمان وارجع تاني هنعمل مع بعض كمان غرزة الفشارة دي نعملها كمان ونشوف فهكمل بقى كده لحد ما اوصل لدورين وارجع اوريكم. كده خلاص وصلت لنهاية الدور. هعمل اخر غرزة نص عمود. طبعا انت زي ما انت حابة، لو انت حابة ان انت تعمليها 3 ادوار من النص عمود مفيش مشكلة، على حسب ما انت حابة. لو حابة تعملي 3 ادوار نص عمود وبعدين دور فشارة براحتك. بس هدخل كده اقفل في اول غرزة هنا كده بمنزلقة بالشكل ده كده. طبعا غرزة الفشارة زي ما احنا متعودين هعمل معاكم الدور ده كمان عشان اوريكم طريقتها عشان يكون الشرح واضح، وبعد كده انت بقى تكملوا. طبعا احنا مش هنكمل بقى كده، مش هنلف بقى كده. غرزة الفشارة قدامنا كده يبقى ما ينفعش ان انت تعمليها وهي قدامك كده زي ما انتوا شايفين كده اهو. يبقى انا بلف الشغل كده اهو بشتغلها من جوه الشغل وهي تبقى بره الشغل. دي كده طريقة غرزة الفشارة، هي بتبقى كده اهو. هرتفع سلسلة وهعمل نص عمود بالشكل ده كده، وهبدأ ان انا اعلمها كده علشان خاطر ديت المكان اللي انا هقفل فيه. هعمل كام بقى؟ 5 نص عمود، 1 2 3 4 في ال5 هيت كده كام؟ 5. هلف الخيط كده ومعايا 3 دول كده انا عملت كام؟ 5 في ال6 دي بقى كده زي ما انتوا شايفين. هسحب الخيط الابيض هقفل بيه التالتة دي كده، 3 دول 3 الغرزة قصدي النص عمود اللي هي ال5، وبعمل غرزة الفشار اهو. باخد الخيط الاحمر تحت الشغل كده، دي كده غرزة الفشار اللي انا بعملها. بخرج من 2 وبرجع اسحب واخرج من 2 معايا 3 اسحب كان من هنا واسحب من تحت كده زي ما انتوا شايفين كده، واخرج من 2 بيتبقى معايا كده. بسحب تاني خيط واخرج من 2 واخرج منهم كلهم، ودي كده اعمل فيها حشو بس كده. اسيب الابيض ببدأ بال5 وبرجع تاني اقفل الدور ب5 نص عمود اهو. طبعا لو انت حابه المقاس يبقى مظبوط معاكي يبقى تقيسي على جيبه او على بنطلون عند الطفله اللي انت هتعملي لها، يا اما تقيسي وسطها الوسط دوران الوسط. بس هدخل بقى كده اعمل 10 نص عمود زي ما احنا عارفين، يبقى بين كل فشاره والتانيه بعمل 10. حابه تزودي عن كده براحتك على حسب ما انت عايزه. ادخل كده اعمل 10 ومعايا الخيط الابيض تحت الشغل زي ما انتوا شايفين اهو. اعمل 10 نص عمود
نعدهم كده. دي كده التامنة، 9 كده، خلاص 10. ادخل كده معايا كده ال3 الاحمر، اسيب الاحمر واقفلهم. اخر غرزة بعملها بقفلها بالابيض علشان خاطر هكمل الفشارة بالابيض زي ما انتوا شايفين كده. واهو ادخل اعمل غرزة الفشارة زي ما انتوا شايفين. دي كده طريقة الجيبة، هي هيبقى طريقتها بالشكل ده كده، وهتفضلي ماشية بقى كده بالادوار لحد ما توصل معاكي للطول اللي انتي حابة تعمليه. اهو واقفل بحشو، وبعد كده اسيب الابيض واخده معايا تحت الشغل، وادخل اعمل زي ما احنا قلنا 10 نص عمود. بس كده، دي كده طريقة الجيبة. شايفين كده؟ طبعا انت بقى لو حباهم، لو حابة اللي هي الفشارة دي تكون بعيدة عن بعض، فهتشتغلي 3 نص عمود. تشتغلي 3 نص عمود، تشتغلي بقى زي ما انت حابة تعمليها. حابة تعمليها 3 ما بين كل واحدة والتانية 3 نص عمود، او 4 او 2 براحتك، مفيش ديت على حسب بقى اللي انت حابة تعمليه. اهو دي كده طريقتها، طريقة كده الشغل بتاعها، يبقى شكلها شيك جدا لما تخلص. طبعا هخلصها بقى واوريها لكم. اهم حاجه ما تنسوش بقى تشتركوا في القناه كده وتفعلوا الجرس. طبعا انا هعملها انا معاكم، هعملها انا بقى عشان خاطر الفيديو ما يبقاش طويل. فانت بقى تفضلي ماشيه كده بالطريقه دي كده لحد ما تخلصي الطول اللي انت حابه تعمليه. بالنسبه للطول اللي انا هعملها في حدود 35 سم، لان هي طفله زي ما قلت لكم عمرها 4 سنين. فهعملها 35 سم على حسب بقى المقاس اللي انت حابه تعمليه. هتقيسي دوران الوسط عندها، او على بنطلون جينز، او على اي حاجه عندها مظبوطه عندها بنطلون او اي حاجه، تقيسي الوسط بتاعها وتبداي تعملي عليه الحته اللي احنا عملناها الجزء ده. وبعدين كده تبداي تشتغلي في بقيه الجيبه. وده كده طريقتها. اهم حاجه يكون، يا رب يكون الشرح واضح. ما تنسوش بقى الاشتراك في القناه واللايك بتاعكم عشان خاطر ايه، اعمل لكم فيديوهات على طول. سلام عليكم.